يعني خلي المسألة لا مركزية زي ما قلت الشيخ برير ولا الظهر خلى زي ما قلت لك 9 و3 بنات ما فيهم زول ادعى الخلافة، وخلى أولاد الطريق كل زول ناس طريقه تبعيته مستقل بيمثل بيت الشيخ برير، لا دخل الشيخ برير ما في اعتراض. لأنه أنا أذكر والدنا رحمه الله ذكر لي رواية والله أعلم أقول وكيل، قال لي أنا فلان بوصيك بوصية أبوي مستكشفني من إيدي، قال لي ما تقول أنا خليفة، الخليفة تليفة، الخليفة جيفة، الخليفة عيفة، الرجل يبقى خليفة الله في أرضه ما يبقى خليفة أبوه. أنا بخلي الزول بخلي الله يمشي، يعني خلي المسألة لا مركزية زي ما يقولوا الجماعة، خلاها شائعة، كل زول اجتهاده، كل زول عمل مع الله، ما حددت في شخص معين. ولأجل ذلك عندنا نهجنا هسه ماشيين على الحال، يعني الناس اللي ذكرتهم لي كلهم أصحاب مساجد وأصحاب تبعيات وعندهم خلال القرآن وعندهم حلقات ذكر وعندهم تبعية طويلة عريضة متطورة إلى ما شاء الله. نحن في بيتنا خاصة عندنا يعني بيت الشيخ السماني، تكلم عن الشيخ السماني لما توفى الشيخ السماني، نحن سمعنا كلنا ولد الشيخ السماني، وعندنا أكبر رجل في بيتنا الشيخ محمد. طبعا بحكم التقليد في الطريق وبحكم التقليد في آداب الطريق وبحكم العرف الجاري عندنا الرجل الكبير هو المقدم، سواء كان يقبل نفسه ولا يديها لغيره. فأكبر ذول عندنا كان الشيخ محمد، وأعرف ذول فينا كان الشيخ محمد، وأكثر ذول الله متمسك بالدين الشيخ محمد. لذلك بدون يعني اختلاف وبدون شك المريدين على ولد الشيخ مرة واحدة سلموا له الأمر، ما قعدوا في كرسي خلفوه أبدا، لكن كلهم قعدوا قدامه وقالوا خليفتنا ما عندها ولا كلنا، إلى أن توفاه الله بعد والدنا الشيخ السماني ب 23 سنة. لما توفي ولد الزاكي حله كان قايم بلاهم بأمره، زي ما قلت لك كل دول مسجد وين. فنحن مشينا للوفاة، وبعد حتى تمت الوفاة قبل الدفن توفي يوم 28 في رمضان سنة 69. فاجتمعنا بعض من أخوانه أولاد أبوه وأولاد عمه، ورأينا إنه نحن المسألة دي ما نتدخل فيها تدخل نقول فلان خليفة، زي ما والدنا خلاها نحن برضه نجيب ولد الشيخ محمد ونجمعهم كلهم ونقول لهم عينوا خليفتكم، نحن بعض كلهم جمعنا في حتة واحدة وديناهم فرصة بلاهم. بعد شوية طلعوا قالوا خليفتنا أحمد الطيب وهو أكبر المسلمين زي العادة. باكر لما جينا ساحة الدفن نحن موجودين كل الأعمار ونأمنا على هذا الموضوع إنه دخل يفضل المريدين ولا بيت الشيخ كله. ده الحال هذا بالنسبة للخاص. ففعلا أحمد الطيب لما بقي خليفة ما كان يعني مهيأ بس خرج من أول مرة، ولا فضل أثناء عليه ولا فضل لا أبوه قدم ولا فضل قدم، لكن بعد الحالة دي طوالي تحمل المسؤولية. فنحن دائما عندنا يعني الخليفة مش معناه خليفة بس عشان يشير عليه ده الخليفة، عليه التزامات واللي عنده مؤشرات وعليه التزامات. عندنا الخليفة والمهمة الأساسية عندنا إنه يوجد لنا القرآن ويحيي الطريق. إذا أدى الاثنين دول ثاني خلاص حق الناس كلهم يسندوه ويقفوا له، إذا قصر يلفت نظره. ولأجل ذلك الحمد لله يعني أحمد الطيب لغاية اللحظة نحن بنعتبره مش خليفة الشيخ محمد، بنعتبره خليفة الشيخ سلمان. أبواته كلنا بدون استثناء بنعتبره خليفة الشيخ سلمان، لأنه أحيا الطريق وأحيا القرآن، أصبح عنده استعداد، عنده مؤهلات. رجل أخلاقه كريمة، سليم الصدر، سخي، متواضع، يعني مبسط الأمور كلها
يعني هيئته هيئة الفقراء المطلوبة فعلا. ولذلك أوجدنا القرآن وهي موجودة هسه عشان مشهودة، وأحيا الطريق وهسه ماشي. نحن طبعا يعني إن كنا أقدم منه في السن ولا أكثر منه في النسب، أكبر منه في النسب، لكن الأشياء اللي هو مواجهة وقايم بها نحن مقصرين منها شوية، ما قادرين نأديها زي ما بيأديها. هو مؤمن بقضيته عليه حال. ولا ذلك ما عندنا نقول هكسان، نحن نعتبر خليفة الشيخ سلمان وخليفة الشيخ محمد. طيب يا مولانا، يعني يمكن إن يكون المستمع الكريم يحب يعرف عن طريقة الشيخ، حياته، مبدأه، طريقة معيشته أو السلوك العام، يعني كان كيف. لا شك إنه يعني مستمد من الجانب الإسلامي السمح، فأرجو مولانا إنه يحدثنا في هذا الجانب. طريقة الشيخ برير، أبونا الشيخ برير في الحياة، أول هو طريقته زي ما قلت لك طريقة السمانية، واخذ الطريقة على شمال الشيخ التوم البنا، وتطور في مسألة تعليم القرآن وتعليم العلم، وبعدين مسلك التصوف ومبدأ التصوف. ومبدأ التصوف دائما مبني على الزهد في الدنيا. وسئل مرة عن الزهد، قال الزهد هو التخلي عن فضول المباحات. الزهد قال هو التخلي عن فضول المباحات. الأشياء دي طبقها في نفسه وطبقها بالقصيص بالنشيد. يعني دائما أبو الشيخ برير يعني في إرشاده في القصيد في النشيد المريدين، يعني بيحسهم على الآخرة وبيحذرهم من اتباع الهوى والدنيا، وبينبذ لهم النبذ شديد. فكلامه فيها كان كثير. ولأجل ذلك يعني من ضمن الحاجات اللي بيقولها، يقول الفقير لا يطلب شيء ولا يرد شيء ولا يدخر شيء. من ضمن الكلمات اللي بيقولها، يقول الفقير لا يطلب شيء وما يقول الدنيا، يطلب شيء وما يقول الدنيا، يطلب شيء وما يقول الدنيا، تعرض للناس. وإذا جاب له حاجة ما يرد، يقول لا ودولا، وما يدخر لبكرة. ودي كانت سيرتي في الحياة. لا يملك لم توفى على درهم ولا دينار. كان من أسهد الناس في الوقت في الزمن ذاك، وفي منتهى التوكل وفي منتهى الرضا بالواقع. لأنه في قصيدة بيقول نقيم من الرجا والخوف رضا وتسليم حالك، فما لنا اختيارها فأن إرادة الله غالبا. لما يتكلم عن الدنيا يتكلم عن نفسه، يعني يميز نفسه نبض شديد. يقول نفسي داخل الوسواس، عنده قصيدة بيعزي فيها نفسه، يقول أبكي على نفسي وروح حين اطرف هذا الروح. في ضمنها يعني ضمن الأبيات يقول نفسي داخل الوسواس وما يرضي أبقى فوق للناس، وملك الليل بدون الدافات الدنيا النعيم والزوح. لا سالك ولا مجزوم، أتصنع كمان محبوب، عملي كله مخروب وعند العالمين ممدوح. أكل الدنيا بالدين وأبغى قلبي يهديني، وأحب العمر يديني وأبقى بخير شحوح. نفسي ثبتني هذه الساحرة، خسرت الدنيا والآخرة من عوارض دماء وخسر، قول كل من حالي ونوح. يعني انبذ نفسه دائما، وكان يضرب مثل المريدين في شتى المسائل. في ناس في أثناء سير يقول لهم أخلص نية غافل لوجه الله لا فاسد، لإخوانك ولا حاسد، وأعمالك مصفيها. هناك يقول لهم مثل قال الله صيروني وحكم جاري أولوني، عرفوا حقي وادعوني ورزقكم عندي مقسوم. في بعض القصائد يقول لهم مثل في بعض يقول فيها اللهم صل على سيدنا محمد. رجالا عنه ما غفلوا، يصف المريدين رجالا عنه ما غفلوا عن الله، إليه به له ابتهلوا، عن الغير والسوى رحلوا.
وهذا شأنه في الله، كل ما سوى الله خلوا له. فكان ده سير في الحياة وسير تشير المريدين في القصيد وفي النشيد وفي المديح وفي الوعظ وفي الإرشاد. كانت حياته مضرب مثل لا يملك إلا قوت اليوم من كل الهيلمان السياسي كلها، لا يملك إلا قوت اليوم لباقي ما في حاجة. وأنا أذكر حادثة لا أنساها أبدا، والدنا رحمه الله قال لي أبو الشيخ اللي محاضرته الوفاة قال لي يجيب الجولة بتاعتي يقعد تدخل في المدخرات سموها العيبة. قال لي عليته، قال نزل منه مسابيك ولبان وجرزقة وثلاثة قرش كباش. قال لي ولد الحمد لله اللي جيت في الجيش هيبتدي ربع دينار اداني لقيت الله بالنيل والعشية توفى. الكلام في الصباح العشية توفى. يعني كان سيرته بمشي الجبال شتاء قديم المفروض اعتمد فيه وجد يصفها في محلها. لا شك أن الحديث عز وشجون، ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر فضيلة الشيخ